ادي حبايبي الكرنب بتاعنا بعد ما رصيته كده اهو. ادي عملته، ده طبعا هيتحط في كيس وده في كيس، وهجرب لكم برضو واحد تعملوا ازاي بالورقه كامله. انا طبقت طبعا الورقه كامله زي ما هي عشان استخدمها زي ما هي كده، زي بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. هشوف طبعا هوريكم كده الطريقه لما اعمل التسبيكه بتاع المحشي، وارجع اعملها لكم اوريها لكم على الطبيعه عشان تتاكدوا ان الطريقه دي سهله وجميله. طبعا هبتدي ان انا احط كل صف في دول كده في كيس. انت طبعا على حسب استخدامك، في الثلاجه عادي هتحطي فيها، على حسب ما بتستخدمي هتحطي. ادي حبايبي الطريقه، يا ريت تعجبكم الطريقه وتنفذوها. هرجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة عندي كرومتين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني كبار. هعمل بيهم إيه؟ طبعا مش هيتحشوا دلوقتي، فأنا هعمل إيه؟ هفرزهم إن شاء الله لشهر رمضان بإذن الله. طبعا بتحبوا ان انتوا تعملوا على الفطار المحاشي وكده، فطبعا هيبقى صعب عليكم، واحنا طبعا هيبقى في ايام مدارس وشغل وكده. فهنعمل ايه؟ نفرز معانا الكرنب بتاعنا، نفرزه ونشيله لشهر رمضان ان شاء الله. هنفرزه ازاي؟ زي ما بنسلق الكرنب عادي، هسلقها يا اما تقطعوها بالشكل اللي انا وريته لكم قبل كده، اللي هو يا اما كانها صينيه كيكه كده بتقطعوها وتبقى مترتبه زي ما هي، او تعملوها رباع زي ما صورناها برضو قبل كده. انا المره دي بقى هسلقها زي ما هي كده الورقه كامله، عشان طبعا ما تاخدش معاكم اي وقت في ان انتوا تحشوها، تبقى الورقه كامله. وهوريكم طريقه حشوها، انا صورتها قبل كده بس هصورها لكم تاني. بس طبعا الكرنب اللي هيتفرز لازم ما يكونش مستوي جامد، يعني تنزليه يدوب على الميه المغليه اللي فيها ملح عشان يحتفظ باللون الاخضر الجميل. تنزلوها كده تاخد زي ايه حاجه بسيطه دقيقتين كده وطلعوها على طول، بحيث ان الورقه بتاعتها تبقى ماسكه نفسها، لانها طبعا لما تحط في الديب فريزر او الفريزر هتكمل سواها، بمعنى اصح هتطلعوها هتبقى ايه يعني شبه مستويه. لكن لما تسووها السوا بتاعنا اللي هو بتاع الحشو على طول الفوري، طبعا هتحطوها في الفريزر هتطلع هتبقى مهرية او هتتقطع منكم. هنبدأ بقى، انا حاطة مية مغلية على البوتاجاز، ادي مية مغلية فيها معلقة من الملح، وهبدأ ان انا اقطع الكرنبة معاكم. ادي حبايبي طبعا حشت الورق اللي هو اللي ملوش لازمة ده، اللي مش حلو بره. فهبدأ بقى ان انا اسلك واحدة واحدة، ورقة ورقة، هعمل كده واسلك كده ورقة ورقة، بحيث ان انا اطلع الورقة كاملة، عشان لما اسلق الورقة كده بتبقى ايه متكاملة زي ما هي. طبعا قبل ما تسلقيها لازم تحطيها في مية وخل اهو. شايفين انا بسلك الورقة ازاي اهو، بسلكها بالشكل ده بسم الله. اطلعها كده تطلع بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع ورقة ورقة اهي بالشكل ده. وطبعا الورقة التانية لما انا خلصتها من الناحية التانية فطلعت معانا بالشكل ده. طبعا تحطوها في مية وخل كده دقيقتين، وبعد كده تسلقوها. ونشوف طريقة السلق لما اخلص وارجع لكم اوريكم يعني الورقة وهي مسلوقة هيبقى شكلها ازاي. طبعا ممكن تخلصوا الورقة من هنا الاول قبل ما تعملوها، حاسبوا بس احسن تتقطع منكم بالشكل ده. طبعا انا مش واخده عدلي في التصوير اهو كده اهو. او تحطوا طبعا تغسلوا الكرنبه كويس من الاول، وبعد كده تعمل اهو. شايفين بطلع الورقه كامله اهي اهو بالشكل كده. هسلقها بقى وارجع لكم. ادي حبايبي يعتبر كده ده السوى الكويس اهو.
ده السوى الكويس للتفريز، يعني الورقة ماسكة نفسها. هبدأ بقى ان انا اشيلهم واحطهم في المصفى يتصفوا كويس، ونشوف هنعمل ايه. ادي يا حبايبي بعد ما سلقت الكرنب بتاعنا اهو، شايفين ورقة ورقة ماسك نفسه برضو. هنشوف هنقطعه ازاي عشان نفرزه. وهو بالورقة كده هنعمله بطريقة حلوة خالص تسهل عليك الحشو. هبدأ ان انا اجيب البلانشة بتاعتي، وهجيب الورقة كده بسم الله. ادي يا حبايبي الورقة بتاع الكرنب عندي اهي. هبدأ ان انا اعملها، اشيل العصاية بتاعتها بس اهي بالشكل ده. وطبعا الكرنبة هبدأ ان انا اقطع كده من النص بحيث ان هي تبقى نصين. دي جزر على فكرة اهو. هبدأ بقى احشي ازاي. هحط الرز بتاعي اهي، الورقة كبيرة نص الورقة. هبدأ ان انا ارص، احط كده الرز من هنا، وبعد كده هبدأ ان انا الف زي ما انا عايزة. وبعد كده هجيب السكينة وهقطع من هنا، واجي بقى اقطع الفواصل بتاعتي. هيطلع الكرنب معاكي سهل وجميل. وهعمل معاكي برضو كده، هعمل كام صباعين. يعني انا هعمل شوية تسبيكة اللي هي الرز، تسبيكة الرز بتاع المحشي، واوريكم على الطبيعة بحيث تبقى سهلة عليكم وتعرفوا تحشوها بأسهل طريقة، وما تاخدش منك نص ساعة الكرنبة كلها. هخلص طبعا سلق الكرنبة التانية واعمل التسبيكة بتاع المحشي. طبعا الخلطة بتاع المحشي عملناها كتير، فانا هعملها وارجع لكم. ادي حبايبي الخلطة، وادي هنا ادي ورقة الكرنب الكاملة بعملها كده، واكون مجهزة سكينة. هبدأ بقى ان انا انزل بال بالرز بتاعي. بص هنزل كده اهو، هبدأ كده اهو شايفين بالشكل ده. وهبدأ على حسب ما انت عايزة حجم الصباع بتاعك بالشكل ده نلف. وعايزة كده وتقطعي مفيش مشاكل، بس انا هكمل باقي الورقة. وبعد كده شايفين ادي الورقة كده هنقسمها 3. ادي بالشكل ده صباع جميل جدا، وهو هيقفل نفسه بنفسه. ادي عملت كده شوية وارصهم في الحلة. طبعا مبطنة الحلة بالعصي وتحتيها بالخضرة ورق لورا. هكمل بقى كده بالشكل ده. شايفين الطريقة سهلة جدا. يا ريت تعجبكم الطريقة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله. مع السلامة.